السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وينال استحسانكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم حطوا لنا لايك وكمان كومنت حلو زيكم يفرحنا ويشجعنا، وجزاكم الله عنا كل الخير. وعدتكم كذا مرة ان انا هنزل لكم الاوزان وعد الحر دين عليه، وطالما وعدت برضو معلش اعذروني بس لو اتأخرت، لكن نزلت لكم اخيرا اوزان الرومي، وهنقول شوية معلومات حلوة جدا عن الرومي الابيض اللي يديك منه يملى تلاجتك والفريزر كمان. اللهم بارك، ربنا يا رب يرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك. الرومي ده انا لما جبته كان كتكوت تقريبا حوالي نص كيلو تقريبا او كيلو الا ربع، حاجة في العمر ده اللي هو عمر كان 3 اسابيع تقريبا، كيلو الا ربع. ده وزن الرومي عندنا كده دلوقتي من بقاله شهر، وهو عمره شهر واسبوعين تقريبا، 3 كيلو وربع تقريبا. دي البربرة. هنجيب بقى الديك 3.5، ده عمر الديك، ده وزن الديك 3.5. اهو ده الديك اهو، ودي البربرة. غالبا هما ديك وبربرة، والله اعلم بيهم بقى. بصوا هو الرومي عامة انا جبته وكنت مربياه، حطاه في صندوق لوحده فبقى يفر. كان مع الفراخ دي كانت وقتها برضو عمر شهر، واتربى معاهم. وبعد كده شلنا الفراخ وسبنا الرومي، لقيت المكان بيبرد عليهم قوي فطلعتهم فوق. طبعا الافضل ان احنا نربيه لوحده لو عندنا مكان، ونربيه لوحده ونجيب كده 2 أو 3 ونربيهم كده مع بعض يونسوا بعضهم. ربيته انا قبل كده مع الفراخ البلدي، البراز بتاعه دايما مفيش اي مشكله منه خالص ومفيش منه ضرر خالص. ربيته مع الفراخ البلدي وكانوا تربيه واحده، وكان احلى رومي الصراحه والله العظيم، وكان بياكل اكل بلدي ومفيش مشكله منه. انا دلوقتي اللي فاضل عندي فوق الديك، وبفكر والله في الفترة اللي جاية ان انا ممكن احطه مع الطيور عادي، مفيش مشكلة طالما هو اتعود على الحاجة من الاول. ان شاء الله مفيش يعجبكم مشكلة. وينال استحسانكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تحطوا لنا لايك وكمان كومنت حلو زيكم يفرحنا ويشجعنا، وجزاكم الله عنا كل الخير. دي الفراخ بتاعتنا زي ما قلت لكم، انا حاطط لهم سقوة الشيح، والنهارده اليوم الثالث كمان شيح. بصوا السقايه غامقه، ودي كذلك، وكان في واحده كمان هنا بس لقيت الطبق من بتاعها وقت مكسور للتاني فشلتها. بننزل له شوربة شيح، مرتين اه يا مرة في حبيبي، الاسبوع، مفيش مشكلة. بصوا بقى دول عاملين ويفضل ان يهلوسوا عليهم المكان كده بتاعه عادي، يكون مفيش واسع وفي مشكله. حاجات يقف عليها المهم عالية. هنرد بس على شويه بس اسئله كده اللهم جات لي. بارك اللهم بارك، لما منهم بيكبر استاذ احمد الديك رزق، معانا بيملى قال التلاجة لي ويملى ازاي الفريزر بتعرفي كمان. الديك. يعني تعملوا بانيه وستريبس وتشووا وتعملوا. طيب بالنسبة لأكله احنا لو عايزين وزن عالي في وقت قليل، يبقى هنأكل أقصر طريق علف صافي. أول شهر هنأكل علف تركيز 23%، وبعد كده هنبتدي نأكل علف 21% بعد ما يكمل شهر عندنا، لأن هو بيحتاج نسبة بروتين عالية عشان نسبة التحويل. طيب ممكن نأكله في الفترة الأولانية بيض، ولو ما حطينالوش بيض بيتربى عادي من غير أي مشاكل بإذن الله. بصوا أنا كنت حاطه الصندوق ده كده عشان بيقف عليه، كنت بوريهولكوا اهو. سؤال متكرر دايما اللي دايما بيجيلي، هل الرومي الأبيض بينتج؟ طبعا بينتج، لو ما بينتجش ما كانش بقى موجود عندنا. بس القصة كلها ان عشان خاطر نطلع منه انتاج بيض بيحتاج تقنيات خاصة. يعني موضوع التخصيب صعب جدا جدا جدا، وانا جربته على فكرة عن تجربة قبل كده. كون ان الديك يكسر الفرخة مشكلة بسبب ان وزنه بيبقى كبير. فالفرخة بتبيض بتبيض، وبتبيض عدد بيض كتير كمان على فكرة، بس ما نضمنش ان يحصل تخصيب. بالتالي صعبة جدا يعني. فالتخصيب ده ما بيحصلش طبيعي، بيحصل غالبا آلي. الرومي الأبيض كان الأول كل اللي موجود في مصر مستورد، دلوقتي الرومي الأبيض مش كله مستورد، بقى بيتهجن هنا عندنا في مصر، فعشان كده ما بقاش يدي أوزان عالية زي الأول. طب ممكن نربي الرومي الأبيض على خلطات؟ ممكن نربي الرومي الأبيض على خلطات. طب خلطات زي ايه؟ احنا عرفنا ان اقصر طريق ان احنا نستعمل علف اول شهر 23%، تاني شهر 21%، او لغاية نهاية الدورة لو احنا هنكمل الدورة
بالعلف. طيب لو مش هنعمل بقى خلطات بعد الشهر التاني كده أو نص الشهر التاني، ويفضل الشهر التاني كله نبتدي نعمل يعني أو آخر أسبوع في الشهر التاني نخلط العلف، نخلي مثلا الربع بس خلطة. الخلطة دي عبارة عن ايه؟ يعني نحط مثلا 3 معيارات، 3 معيار علف، والمعيار الرابع يكون نص شيشة نص عيش. تمام. فبعد كده نبتدي نخليه النص. بعد كده العلف ممكن يبقى الربع والتلاتة التانيين مخلطين. يعني مثلا نحط كيلو علف قصاده كيلو شيش كيلو عيش. ده بعد ايه؟ تدريجي. الموضوع مش مرة واحدة. احنا كده بس بقينا نأكل التلت، ممكن الربع، على حسب. عايزة أقول لكم كمان إن أنا ربيته والله العظيم على البطاطا. كنت باحط البطاطا على الخلطة بتاعته، اللي هي الخلطة الطبيعية اللي أنا باعملها دلوقتي للطيور عندي، وتحط له قمح وتحط له كل حاجة كان بياكلها، بس تعودوه. وبعدين ما تستنوش منه وزن عالي، وهيديكوا وزن على المدى البعيد. تمام. أعلى وزن هتاخدوه لما تأكلوا علف صافي. طبعا لو هو تجاري بنأكل علف صافي وربنا بيرضيكوا فيه وبيجازي معاكم، لكن أنا باحب أشكّله في العلف، لإن بتلاقي في الآخر طعمه ما شاء الله اللهم بارك حاجة تانية خالص. بيبقى حاجة كده ما بين البلدي وما بين التسمين، اللي هو بيبقى لحمه طري، بيبقى لحمه خشن، وفي نفس الوقت بيدينا طعم حلو، وبيوفّر معانا كمان في العلف. الفراخ الفراخ البيضا دي، عايزة أقول لكم أنا كنت مربياها مع الرومي، وبقيت مُصرّة إن أنا أخلّيها تجيب أوزان عالية ما شاء الله اللهم بارك، وفعلًا جابت معايا 4 و4 ومصورها لكم على القناة. مش عشان ما عندناش مكان مش هنربي رومي، حتى لو اتربى مع حاجة تانية طالما اتعود خلاص. بصوا دول كانوا بطتين اهم، كانوا مضطهدينهم فوق، فكنت منزلاهم معاهم هنا. الرومي طبعا كان البطة دي كانت أول يوم تنزل، فكان مستغربها بالذات الديك يعني. ولا دي كانت الفرخة اللي الرومي بتعمل فيها الأبيض كده؟ اللي لا بقى كانت موجود في الفرخة مصر الديك اهو، مش انا في كله يا جماعة الريشة مستورد، اهو عشان كده الناحية ما التانية. بتلاقوش أحجام زي الأول. وعشان يديكوا أحجام عالية لازم لازم وحتما ولا بد نأكل علف صافي. بصوا ما شاء الله الفراخ لما كانت معاه كانت كبرت الله أكبر، كانت كل واحدة وزنها يفرح بجد. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديك، ويصلح حالنا وحالكم يا رب، ويرزقنا ويطعمنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك، اللهم امين. الرومي الابيض ممكن يوصل لوزن 30 35 كيلو، ده اعلى وزن انا اعرفه طبعا، واقصر طريق بالعلف. ولو عايزين نشكل بعد العلف، يبقى لما يعدي معانا زي ما قلنا شهرين، او يعدي معانا 14 كيلو 12 كيلو كده تقريبا بالنسبة للذكر. كائن هادي جدا وجميل، ولما تربوه هتحبوه، ومش هتبقى تجربة واحدة بس. كمان لو تعب منكم أو عي، نصيحة لوجه الله، بالذات البرد لو حصل انتفاخ تستشيروا دكتور، لأنه بيحتاج مضاد حيوي. لأن أنا حصل عندي نافق المرة دي أول مرة الصراحة، ومات عندي البربرة اللي كانت مع الديك ده، وأنا استهونت يعني، فما اكدبش عليكم يعني، اديتها علاج من عندي، واستهونت بالموقف، وقلت ان انا هعرف اسيطر عليه، لان قبل كده كانوا تعبوا مني وخفوا بنفس الطريقة. ولكن الافضل ان احنا نستشير طبيب ونجيب لها حقن مضاد حيوي ان شاء الله عشان تخف معانا، لان انتفاخ الوجه بيكون عبارة عن برد شديد جدا. فمش هيكفي بس موضوع ان احنا نعصره ونديله يعني علاج فموي فقط. الرومي بقى وزناه عمر شهر، كان له شهر عندي، دلوقتي داخل في شهرين ونص، هو لسه ما كملهمش. فتعالوا نوزن كده ونشوف الميزان معانا ايه، مع العلم ان الديك رجليه وجعاه تقريبا، ان هو فر من فوق من حتة عالية فرجله وجعته. فتعالوا ناخد كده الاول البربرة وبعدين نوزن الديك. بصوا بسرعة عشان هي خايفة. 7 كيلو 650 اهي ميزان اهو. ايه اهو 7 كيلو 640 دي البربرة، اللهم بارك. تعالوا بقى نجيب الديك. بصوا هو للأسف خاسس،
هو 6 كيلو و700 بس. يعني اقل منها، وهو باين عليه واضح عليه خالص بسبب رجليه بيعرج بيها. بصوا رجله اللي هناك دي، هو مش كساح، هو بيمشي عليها كل حاجه. بصوا اهو، ان شاء الله لما يتعافى الدنيا هتظبط معانا. طبعا زي ما قلت لكم هنا انا حاطاهم في البرندة، فمش عارفه احكمهم. الفراخ دي خلاص كده احنا هنذبحها وهيفضلوا هما بس. بصوا مشيته، بصوا ماشي ازاي. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح لنا حالكم. الفراخ خلاص بقى، لما الفراخ توصل ل5 كيلو، الفراخ البيضة، يبقى انجاز حلو قوي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم يا رب، ويرزقنا واياكم من الرزق الحلال الطيب المبارك. فخلاص كده الفرختين الفاضلين هنذبحهم، وهنكمل مع الرومي ان شاء الله. لغايه بقى ما الديك بتاعنا يتعافى، وان شاء الله نجيب اوزان كويسه. خف الديك وبقى كويس الحمد لله، بس ما وزنتوش تاني. طلعته فوق بقى زي ما انتوا بتشوفوه معايا في الفيديوهات دلوقتي. صراحة الرومي الأبيض الفرنسي من الأنواع الجميلة جدا اللي ممكن تربوها. في كمان الرومي الأبيض ايه الفرق بقى ما بينهم؟ الاتنين اللهم بارك. الفرنسي بيجيب أوزان أعلى، الأمريكي أوزانه بتبقى غالبا كده زي الرومي البلدي اللي هو الأسمر العادي أو البرونزي أو التركي، اللي هو بتلاقوا من 7 ل 12 14 كيلو بالكتير. وده الديك الرومي كده اللهم بارك، زي ما انتوا عارفين احنا حاطينه فوق. البط ده كان داخل كده غلطة، لكن هو البط مش معاه، انتوا بتشوفوه معاه. ده لما طلعتهم الاتنين فوق اهم. دلوقتي اللي فاضل الديك بس. هو الحمد لله تعافى وبقى ياكل كويس، بس انا ما وزنتوش من بقالي فترة، ومش عارفة والله هعرف اوزنه لكم تاني ولا هتبقى الدنيا معايا ايه. وده الرومي بتاعنا دلوقتي ما شاء الله اللهم بارك. لو عندكم اي استفسار او اي حاجة انا نسيت اقولها في الفيديو اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، وان شاء الله نرد عليكم في فيديوهات تانية كتير. لغاية هنا بقى بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش لو عجبكم تحطوا لنا لايك وكمان كومنت حلو زيكم يفرحنا ويشجعنا. مع السلامة.